السلام عليكم. معكم الأستاذ الدكتور محمد بورباب، هيئة الإعجاز بالمملكة المغربية. في الحقيقة تكلمنا سابقا عن أن الكائنات الحية ظهرت معظمها في الانفجار الكامبيري بدون أي تطور صغير أو كبير، وما ينطبق على هذه الكائنات الحية هو الذي ينطبق على الإنسان ظهر في آخر السلم الستراتيغرافي منذ بضعة آلاف من السنين، كما ظهرت الخلية الأولى من نوع سيانوبكتيري ولا تزال إلى يومنا هذا بدون أي تغيير ولا تبديل. كذلك ظهر الإنسان منذ أن ظهر منذ بضعة آلاف من السنين إلى يومنا هذا، ولم يحدث عليه أي تغيير، ولا يمكن أن نتخيل أن هذه الكائنات الحية ومنها الإنسان يمكن أن يخضع لأي تغيير ولا تبديل، لأن عندهم برنامج صبغي محدود، برنامج الذي قدر فهدى، قدر الله في هذه الكائنات الحية ومنها الإنسان برنامج لا يمكن أن يتغير أو يتبدل، وأي تغيير فيه سيؤدي إلى تشويه هذه المخلوقات. الله عز وجل خلق كل هذه الأنواع، ملايين من الأنواع، وكلها خلقها بدقة كبيرة، ولكل برنامجه الوراثي ولا يمكن أن يتبدل أو يتغير. نفس عملية الخلق التي تتم في الكائنات الحية تمت في الإنسان في تاريخ ظهور الحياة، وكذلك نفس عملية الخلق ثم التصوير، مثل ما يحدث في الحمض النووي. الحمض النووي به خلق أول، عندما تلتقي الخلية البيضية بالحيوان المنوي يخلق الإنسان، يخلق الكائن الحي، أو يخلق الإنسان، ثم بعده لا يبقى آنذاك إلا التصوير. في اللغة العلمية هذا الحمض النووي يخضع لعملية تصوير، نسخ، وهذا النسخ تصوير، مصداقا لقوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الخلق الأول كان من عدم، من آدم الذي كان في شكله الترابي، ثم الله سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح، ثم بعد ذلك كل من جاء من آدم من نسل كله يأتي عبر التصوير كما يتم في الحمض النووي، وهذا معلوم بالضرورة في الجهة العلمية.